خلال فترة العصور الوسطى شكل الطاعون الرعب الأكبر في سائر أنحاء العالم، وكان قادرا على قتل مئات الملايين من الناس في موجات لم يستطع أحد إيقافها. وخلال تلك الفترة يمكننا القول إن طبيب الطاعون هو واحد من أكثر الشخصيات الغامضة التي ظهرت في تلك الحقبة. وإن أكثر ما يذكر الناس بطاعون القرون الوسطى حاليا هو قناع طبيب الطاعون ذو المنقار، والذي أصبح واحدا من أكثر رموز الموت الأسود شهرة. فما هو سبب ارتداء الأطباء لهذه الأقنعة المخيفة والغريبة؟ ابقوا معنا. قناع طبيب الطاعون المعروف والذي كان على شكل طائر وله منقار طويل، وقد كان المنقار معبأ بمواد ذات رائحة قوية وممتعة مثل العنبر أو النعناع أو بتلات الورد، وكان مزودا بثقبين فقط، واحد على كل جانب بالقرب من فتحات الأنف. كان الثقبان كافيين للتنفس ويحملان مع الهواء رائحة الأعشاب الموضوعة والمثبتة في المنقار. كان السبب الذي يقف وراء أقنعة الطاعون ذات المنقار هو اعتقاد خاطئ حول طبيعة المرض الخطير، وهو أن العدوى تنتشر عن طريق الهواء ذي الرائحة الكريهة. ولأن أطباء الطاعون كانوا على اتصال بضحايا هذا المرض الفتاك، فقد كانوا معرضين لخطر الإصابة أكثر من غيرهم، وبالتالي اضطروا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. أما القبعة فقد كانت مصنوعة من الجلد، وكانت تهدف للإشارة أن مرتديها طبيب. وعلى الرغم من أن القبعة كانت تؤدي وظيفة رمزية، فقد افترض المؤرخون أنها ربما وفرت بعض الحماية عن طريق إبعاد بعض البكتيريا. وفيما يتعلق بالمعطف الطويل المصنوع من الجلد، فإنه يمتد من خلف قناع طبيب الطاعون إلى أسفل القدمين، وكان المعطف بأكمله مغطى بالشحم، ظنا منهم أن الشحم يمنع سوائل الجسم من الالتصاق بالغطاء. وأخيرا يحمل طبيب الطاعون قصبا خشبيا طويلا لفحص مريضه دون لمسه. ويمكن أيضا للطبيب استخدام هذه العصا للإشارة إلى مساعديه أو أفراد عائلة الضحية عن كيفية ومكان نقل المريض أو المتوفى. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.